بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم اخواتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تعجبكم. اليوم درت لكم وصفتين في فيديو وحده، ان شاء الله يعجبوكم الوصفتين هذو. نبداو الساعه الوصفه نتاع الموخيتو. اليوم درت لكم الموخيتو منعش، عصير يعني طبيعي ما فيهش مواد حافظه. ان شاء الله يعجبكم في الصيف هذا، يعني تبردوا على قلوبكم به. نبداو به ان شاء الله. عندي كاس من عصير تاع القارص اللي هو الليمون، عصرته صفيته درته في البلندر هذا. عندي كاس ناقص أسبوعين سكر حرش، وعندي شوية نعناع غسلته وقطرته وراح نرميه حتى هو مع السكر وعصير الليمون ونرحيه هنايا. نضغط عليه حتى يترحم مليح ويزيد يذوب لنا هذاك السكر مليح. راح شغل نتحصلوا على مركز تاع النعناع وعصير الليمون، يعني ما ضفت لا ما لا والو. دركا راح نزيد 1 لتر من الماء يكون بارد، شوفوا. والسكر اللي ضفته انايا خطر ما هاني من بعد اني حركت بالمغرف، دوك نذوق قدامكم. يعني عجبني يعني الذوق نتاعو، ماهوش يعني هذاك الحلو بزاف اللي يقهم، وماهوش يعني قارص ناقص حلاوه، جا قد يعني في المعقول. واختي اذا بغيتي ديري هذه الوصفه هذه وبغيتي تصفي، ما تحبيش يعني الذوق تاع يعني الحبيبات هذوك تاع النعناع في فمك، صفيه. انا يعني جاني نورمال خليته، ما حبيتش نصفيه هكا باش يعني نطعم مليح الكوت تاع النعناع وتاع القارص. جا واحد العصير يعني من أروع ما يكون، منعش بارد يسخف. قلت لكم الوصفتين هذو أكيد راح يعجبوكم إن شاء الله. شوفوا زينتهم بهذه الورقات هذو تاع النعناع. تحبوا ثاني تضيف عفوا تزينوه لي غونديل تاع القارص ولا هكا بروج صغار كيما بغيتوا. أنني ما نحبش نصعب الأمور على روحي، يعني سخفت عليه درته بالشي اللي عندي. دركا راح نروحوا للوصفة تاع البطاطا. عندي انا بطاطا رقيقه هذيك، تتباع ب4000، رقيقه بزاف شغل حبات تاع البيض. وعندي هاد لي كويس هادو ثاني صغار خلاص. هيا قلت مالا نبروفيتي ندير لهم اليوم، ندير بهم طبق. درت هاد لي دو كويس هادو صغار، درت معاهم مكعب تاع جامبو كما راكم تشوفوا. يعني لا فيديو راهي موضحه على الكيف، ما كان لا نزيد نهضر. انا عندي التابل هذا تاع الدجاج ومكتوب فيه تابل تاع الدجاج. كل حاجه نديروا منها مغرفه صغيره، وعندي شويه كمون هكا. وعندي هذا المغرفة هذه معبية مليح بالثوم، يعني تكون مرابية. وعندي على راس المغرف طماطم تاع الكعب تاع عفوا تاع لي بواط مصبرة هكا، وشوية ملح. وراني نسيت ما قلت لكمش في البداية، راني درت الزيت. ودركا راح ندير فلفل الكحل. كل حاجة ندير منها مغرف صغيرة تاع قهوة هكا باش يكون على بالكم قد يعني المقادير تاع التوابل اللي حطيتهم. راح يجي واحد الطبق هايل بنين يسخف، خفيف ظريف يعني بمكونات بسيطة. عندي مغرف صغيرة هريسة هنايا، تجي واحد التتبيلة تجي تسخف هكا باش يجي الدجاج يجي اون ديغي روتي، اون ديغي طاب في هذوك الاكياس تاع الشواء ولا في الفور. وهو راهو كيما راكم تشوفوا طيبت في لاكوكوط هذا مكان هكا باش نقص عليك اختي حيرة. والطبق هذا يعني تقدري تستبدلي الدجاج باللحم تاع الخروف، يعني مادام العيد وجاي ان شاء الله نكونوا يعني يسهل علينا ربي الامور ونشريو الخرفان تاع العيد. ودرت كاس الا ربع تاع الماء هذا مكان، وندير عليها الغطاء نتاعها ونقفل ونقص عليها الغاز. خلاص شوفوا راني حليت، لقيت الدجاج تاعي طاب وبقات هذيك لاصوص ملبيه، جات ما شاء الله، جات بنينه تسخف هكا كما راكم تشوفوا. وراني موجده من قبل البطاطا تاعي الصغيره هذيك اللي من بعد درك نعتها لكم. غسلتها مليح، غليتها في الماء والملح هكاك بالقشور تاعها. ومن بعد كي طابت نقيتها وخليتها برد مليح. كي بردت ما نخليهاش تهرى، نخليها تحافظ على القوام نتاعها هكاك تبقى مجموله. ودرت في المقله شويه زبده وراح ندير شويه زيت هكا باش نحمر مليح هذيك البطاطا نتاعي. يعني قلت لكم غسلتها وغليتها ونقيتها وخليتها برد بيان. وها هي كتاني نعتها لكم، شوفوا الحبات قدواه، اخرين قد الحبه تاع البيض واخرين اقل. انا ندبر عليكم هذه الوصفه اللي توالم هذه البطاطا هذه صغيره. شوفوا راح نحمر البطاطا نتاعي ثاني، درت النار متوسطه وراني نعت لكم صبعي. قلت لكم كي تشوفوا الحبات بداو يحمروا لكم هذيك الساعه قلبوهم ونحيوهم. شوفوا، ولازم يعني ديروا لهم شويه زبده وشويه زيت وشويه ملح بطبيعه الحال.
دركا راح نصفيهم من المقله هذه. ولاصوص قبيله كي شفتوا نحيت المقله من الكويزينيير، راني نحيت الدجاج هذاك صفيته ونحيته دكوطي. لاصوص هذيك اللي بقات لي في لاكوكوط هي اللي راح نجمر فيها البطاطا هذه، نخليها يعني تغلي شويه برك هكا، ميم با درجين برك هكا، باش تاخذ من النكهه هذيك تاع لاصوص تاع اللي طلقت فيها الدجاج، لوغو تاعها والتوابل. شوفوا جات ميدمه، جات ما شاء الله، جات تسخف. قلت لكم غير تهز غليه برك طفيو عليها، شوفوا بيسكاي طايبه ما عندها ما يعني نطولوا عليها. وجبت صحن تقديم راح نقلب فيه هذيك البطاطا ولاصوص هذيك اللي بقات، يجي هكا الطبق هذا، الوصفه هذه تجي هكا يعني ناشفه شوي ابان، يعني تخليو فيها شوي لاصوص راكم تشوفوا في لاكوكوط، يعني تجي معسله، تجي ما شاء الله. ان شاء الله تجربوا الوصفه هذه وتعجبكم. شوفوا جات ربي يبارك، جات هايله. نوعوا شويه مادام البطاطا هذه راهي رخيصه على البطاطا الاخرى. شوفوا البنات، المرسو تاع الدجاج راني جبته حطيته هنا، والمرسو الاخر خليته يعني على جال التصوير برك، درت هذا الكبير وزينته بهذه الوريقات هذو تاع النعناع. يعني انت اختي اذا عندك الدبشه ولا معدنوس يعني خير وخير. انا درت هذا النعناع هذا باش نكاسي شويه لا كولور هكا مع الكاس هذاك تاع الموخيتو. جا يعني طبق هايل. وراني درت الرخسيس ما نعته لكمش. نتمنى البنات يعجبكم هاد الوصفتين هادو وتعتمدوهم. ودركا ما بقى لي ما نقول لكم غير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.